هنعمل مع بعض جلاش بطريقة سهلة وبسيط جدا. هنيجي بقى نعمل الكريمة. هيكون عندنا 3 كوبايات حليب، عليهم 3 معالق من الدقيق، معلقة سميد اللي هو السمونيرة اللي هو بتاع البسبوسة. هنحط معلقة واحدة، ما نكترش منه عشان بيتقل، وبعد كده ناخدهم على النار من غير سكر ولا اي حاجة. وبعدين ضفت لهم في الاخر معلقة سمنة بلدي. هنجيب كده بقى لفة الجلاش. طبعا هنفردها بطريقة حلوة، انا حبيت اعملهم زي الظرف كده، يبقى سريع وبسيط بسرعة. هفرد اول ورقة وتاني ورقة كده، هحطها كده متنية زي ما هي، زي ما بوريها لكم اهي. وهحطها في النص كده عشان احط عليها طبقة الكريمة. عايزة اقول لكم ان طعم الكريمة حلوة جدا. دايما لما نيجي نعمل حاجة بعسل او كده، يا ريت ما نحطش في الكريمة سكر عشان كده افضل. زي ما شايفين كده حطيت في النص، وهبدأ بقى اقفل كده. وطبعا في التقفيل كده انا بحط سمنة او زيت بس، وهقفل كده شمال ويمين وخلاص. هعمل معاكم واحدة كمان، بدهنها كده مسحة سمنة او زيت، واحطه في النص. وبعد كده احط القشطة. طبعا في الوقت ده انا بكون مجهزة الشربات، بيكون بارد وتقيل شوية، حوالي 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين مية وعصرة ليمون. واحطهم حوالي تلت ساعة كده. انا خلصت. هضيف لهم كده على الوش حبة زيت وسمنة، وبعدين ادخلهم الفرن من في الوسط. وبعد كده اشغل الشوايه لو هما محتاجين لون. اول ما يطلعوا هنضيف عليهم العسل. وزي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لكم طعمهم تحفه جدا، جربوهم ان شاء الله يعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين.